النهارده هنتكلم عن افضل 5 موبايلات نزلت السوق المصري السنه دي. بما ان السنه قربت تخلص فانا جمعت لكم افضل 5 هواتف تقدر تشتريهم قبل السنه الجديده، وهنقول بسرعه ابرز المميزات بتاع كل واحد فيهم عشان في اخر الفيديو تكون عارف هتختار الموبايل اللي يناسبك بالظبط. يلا بينا نبدا. اول موبايل معانا هو الاوبو رينو 13 النسخه ال5 جي. الموبايل ده فخم بمعنى الكلمه، التصميم بتاعه انيق جدا وخاماته ممتازه، تحسه ان بريميوم كده من اول ما تمسكه. الشاشه بتاعه امولود بحواف شبه معدومه، والمعالج دايمنستي 8350 وده بيقدم لك اداء ممتاز خصوصا في الجيمز. وزنه خفيف جدا حوالي 181 جرام، يعني مريح قوي في الايد. باختصار الموبايل ده معمول للي عايز فخامه وسلاسه في نفس الوقت. تاني موبايل معانا بقى وهو السامسونج جالاكسي A56 في نسخة ال5G. سامسونج كالعادة بتقدم لك تجربة متوازنة جدا، شاشة سوبر أمولود ضخمة وبتدي سطوع عالي جدا زي اللي متعودين عليها من سامسونج. أما المعالج اكزينوس 1580 أداؤه ممتاز جدا في الاستخدام اليومي، وكمان سامسونج بتضمن لك تحديثات لسنين طويلة، ودي أهم حاجة في سامسونج، السوفت وير القوي مع الاستقرار. لو بتدور على موبايل مضمون وبتاع استخدام طويل يبقى ال A56 اختيار ذكي. تالت موبايل معانا هو الهونر 400، وده بقى وحش الكاميرات. الكاميرا الرئيسيه بتاعه 200 ميجا بكسل، الصوره بتطلع فيها تفاصيل مجنونه حتى في الاضاءه الضعيفه، وبطاريته 6000 ملي امبير تكمل معاك اليوم من غير ما تدور على اي شاحن. كمان تصميمه خفيف وشيك جدا. الموبايل ده معمول لاي حد بيحب التصوير وعايز يعتمد على الموبايل بدل الكاميرا. اما رابع موبايل معانا بقى وهو الفيفو V50. الموبايل ده مناسب جدا للناس اللي طول اليوم بره البيت. بطاريته 6000 ملي امبير والشاحن بتاعه سريع جدا 90 واط، يعني 15 دقيقه شحن يكفيك يوم كامل استخدام. كمان مقاوم للميه والغبار بمعيار IP68. ده موبايل اعتمادي وعملي ومناسب لكل الظروف. اما خامس موبايل معانا وهو الريلمي 14 برو بلس. الموبايل ده بيلعب على كل الحبال، التصميم بتاعه انيق جدا وشاشته كبيره 6.8 بوصه بدقه عاليه جدا. اما المعالج بتاعه فسناب دراجون 7 اس جنريشن من الجيل الثالث، اداء قوي وسلس جدا. الكاميرات بتاعه متطوره والشاحن بتاعه كمان سريع جدا بقوه 80 واط. يعني لو عايز موبايل متكامل في التصميم والاداء والتصوير يبقى الريلمي 14 برو بلس هو اختيارك الصحيح. بس كده انا كده قلت لك افضل 5 موبايلات نزلوا في سنه 25. انهي موبايل شايفه فيهم يستحق الشراء من وجهه نظرك؟ واستنوني الفيديو الجاي. سلام.